دي كداها 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 دي كدوه دي كداها دي كديه. دي بالصومالي يعني احنا علمنا على الصومال او الدي كداها الصومالي وفزنا عليهم 6-0 ونيمنا الصومال من المغرب. الزمالك نمبر 1 نيم الصومال من المغرب. النادي الأهلي يفوز في بداية مشواره الأفريقي على دي كداها الصومالي 6-0، وكانت يعني النتيجة قبل للزيادة، النتيجة كانت عايزة، كان الماتش ممكن يخلص 9-10، بس يعني ايه اللعيبة اكتفوا بالستة عشان النفسية او الشعور بتاع الجماعة بتوع دي كداها الصومال برضه حبايبنا واخوانا، فما رضناش ايه نتقل عليهم في النتيجة. الزمالك يا جماعة ده الزمالك نمبر 1 ملهوش غير في البطولات الافريقيه، ملناش احنا في الدوري والكاس والكلام الفاضي بتاع مصر ده. احنا خش على افريقيا على طول ووزع يا معلم في افريقيا. المفروض الجماعه بتوع الكونفدراليه دول ما يتعبوش نفسهم وعاملين بطوله وتنظيم والفرق رايح جاي ومش رايح جاي ودور مجموعات، هم يدوا الكونفدراليه للزمالك وخلاص، لان دي ماركه مسجله اون ذا زمالك اون ذا كونفدراليه. يعني احنا بفضل الله فزنا 6-0 6-0، غرمنا النادي الاهلي النادي الكبير المحترم، فاز بالعافيه بالعافيه 1-0 على ايجل نوار، ده مش عارف ايه ايجل نوار، فازوا 1-0 ويعني احنا فرحانين انهم فازوا، بس هم فازوا 1-0 واحنا فزنا 6-0، فهناك فرق في السرعات سيد الرئيس. خد بقى عندك المكسب بتاع المباراه دي، الواد بزيرة، خوان بزيرة، الواد ده خلاص ده ريال مدريد وبرشلونة والبايرن والانتر نازلين تليفونات على الزمالك بعد الماتش ده، الا واللي عايزين خوان بزيرة باي ثمن وباي فلوس. ولا ورغم ان الزمالك يعني عنده ازمه ماليه كبيره كان مش هيفرط للفرق دي في خوان بزيرة، هو ممكن يروح الاهلي ماشي، انما بره الاهلي اخواتنا وحبايبنا واحنا جوه بعض يعني هنا في مصر، لكن الاحتراف اللي بره بزيرة لا. الف الف مبروك لنادي الزمالك، ونتمنى الماتش اللي جاي تبقى نفس النتيجه ويبقى الاداء حلو كده والواد بزيرة بقى يعمل شويه شغل احلى من كده. وزي المثل ما بيقول دي كداها دي كداها دي كديه دي كديه دي كداها دي كدوه دي كداها دي كداها.